لا بالإغراء الذي تقدمه السلطة ولا بالتهديد الذي يقوم به الأجنبي. لقد وجدوا في صفات الصدق والأمانة خطرا كبيرا على مصالحهم غير المشروعة، لأن مصالحهم هذه لا يمكن أن تتعايش لتنمو مع مسؤولين صادقين مقتدرين وأمناء على أمتهم وشعبهم. فارتفع مستوى خطورة المؤامرات وما يزج لها من إمكانات، وصارت الدسائس التي كان بعض الحكام العرب الذين هم من صنفهم يقومون بها في الخفاء غير كافية، وأصبحت الخطط بحاجة إلى أدوار مباشرة بعضها علني. وهكذا انكشفت أدوار وعناوين في صفحة العدوان الثلاثيني من المعارك، وانفضحت على أوسع نطاق أمام الجماهير العربية كلها. فوالله لن يكف الأشرار عن بغداد حتى تخون نفسها وأمتها، وما كانت بغداد خوانة أبدا، أو أن يهزموا وييأسوا من إمكانية تحقيق أهدافهم الشريرة. وهذا هو الذي سيكون إن شاء الله، وإن غدا لناظره قريب. ولأن سياسة أمريكا وبريطانيا والصهيونية المتحالفة معهما ومن يسندها ويتعاون معها قد أصبحت خطراً على أمن واستقرار العالم أجمع ومصالحه الدولية والإقليمية. فإن العراق بعد تأمل غير مقتصر على ظرف مجتزأ يرى أن يتأسس بين الراغبين من دول العالم مبتدئين بالشرق تجمع مؤسسي ذو أنظمة ومواثيق متفق عليها لإقامة تعاون جدي في الميادين الاقتصادية والسياسية والعسكرية لحفظ التوازن وتحقيق السلام، ابتداء في آسيا وما يتصل بها، على أن ينظر للأمة العربية بأنها أمة واحدة من حق أي من دولها الانتماء إلى هذا التجمع ابتداء، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي سواء في آسيا أو أفريقيا.